عندما تبحث عن الجدية في العمل والإتقان، وعندما تبحث عن الانضباط وعدم الاستسلام، وعندما تبحث عن من تعرض للهجوم والعراقيل، الخطأ عند عدم التجديد عدنان حمد. صحيح. ومع ذلك استمر ولا يلتفت لورائه، بل جعل على ألسنتهم طوبة فوق الأخرى ليصنع مجدا بعده الآخر. فهذه الصفات حتما لن تجدها إلا في مدرب منتخب الأردن، منتخب الأردن الذي صنع وما زال يصنع التاريخ. وصافرة الحكم تأتي، نعم هنا الصفر، صافرة صداها يدوي الريان، يسافر إلى عمان، يطوف الزرقاء، يمر عبر إربد، يسمع في مادبة، في الكرك، في المفرق، في العقبة، في عجلون، في البلقاب، في جرش، في الطفيلة، في معان، وفي كل مكان. لكونه وصل لنهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، وهذا بتغلبه على منتخبات كبار كانت ترعب الخصوم. كل هذا بفضل الصرامة والجدية والانضباط في العمل، وهذه هي فلسفة مدرب حسين عموتة. حسين عموتة ولد في مدينة الخميسات بالمغرب سنة 1959. بدأ حياته كلاعب في عام 1988، وكان واحدا من المدربين القلائل الذين تولوا التدريب وفي نفس الوقت دخلوا إلى المباريات كلاعبين. وحدث ذلك في بعض المباريات خلال بداية مسيرته التدريبية مع فريق نادي اتحاد الخميسات، وبعدها لعب لفريق الفتح الرباطي، ثم احترف في الخليج مع عدة أندية أبرزها السد القطري ما بين 1997 و2001. حسين عموتة يكره الأضواء وإطلالاته الإعلامية قليلة، ويتغيب حتى عن المناسبات التي تخصص للاحتفاء به، وكل من تدرب تحت إشرافه يعرف جيدا أنه لا مجال للتهاون والكسل، وأن هذا الرجل قادر على طرد أي لاعب يراه غير منضبط بالشكل الكافي. حقق عموتة مع نادي اتحاد الخميسات أداء مميزا، ووصل من خلاله إلى وصافة الدوري المغربي في موسم 2007-2008، ما أهله للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه. بعد رحيل عموتة عن الاتحاد الجمهوري للخميسات بعد 3 مواسم ناجحة، تدهورت نتائج النادي بشكل كبير بعدها، وهبط إلى الدرجة الثالثة دوري الهواة حاليا. فاز حسين عموتة بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد عام 2017، وكأس الكونفدرالية مع الفتح الرباطي عام 2010، كما توج بألقاب محلية مع هذين الفريقين طوال فترة التدريب التي تولاها. كما تولى حسين عموتة قيادة أسود الأطلس في المباريات الثلاثة الأخيرة من تصفيات كأس العالم إفريقيا عام 2010 خلفا للفرنسي روجيه رومير، لكن المنتخب خرج من هذه المباريات بشكل كارثي ولم يتأهل وخرج من المنافستين. درب حسين عموتة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، ونجح في الفوز بالكأس 2020 للمنتخبات المحلية، كما قاد المنتخب المغربي الرديف في كأس العرب 2021 وخرج من ربع نهائي. كما درب مجموعة مميزة من اللاعبين في السد القطري، أشهرهم راؤول جونزاليس وتشافي. جاء حسين عموتة إلى الأردن قادما من تجربة تدريبية قصيرة مع الجيش الملكي المغربي، حيث تعد تجربته مع منتخب الأردن أول تجربة حقيقية له بعد حوالي 17 سنة من تدريب الأندية ومنتخبات الفئات العمرية المختلفة. بدأ حسين عموتة تجربته مع منتخب الأردن بشكل سيء، حيث خسر أمام النرويج ب6-0، وأخرى أمام اليابان ب6-1، ونقطة واحدة من مباراتين في تصفيات كأس العالم. لكنه غير كل شيء مع انطلاقة آسيا، وحقق التأهل من دور المجموعات ب4 نقاط جاءت بفوز على ماليزيا 4-0، والتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، وخسارة أمام البحرين 1-0. وبعدها انتصر على العراق 3-2 في الدور ثمن النهائي، وعلى طاجكستان في ربع النهائي، ليتأهل لملاقاة كوريا الجنوبية مجددا في النصف النهائي، ثم الفوز على كوريا بهدفين نظيفين ليتأهل إلى نهائي كأس الآسيوية. ومن أهم الألقاب التي حققها عموتة الدوري القطري والدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس إفريقيا للمحليين. كانت هذه قصة عموتة. السلام عليكم.